السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن خاصية مهمة جدا في الراوتر بتاعنا في الانترنت المنزلي، وهي خاصية ال MTU. لكل المستخدمين الانترنت المنزلي اللي هم على طول بيشتكوا من خدمة الانترنت المتقطعة، بمعنى فيك اكتر من المستخدمين بيكونوا مدخلين سرعات عالية جدا على الانترنت المنزلي علشان ما يحسوش بتقطيع والداونلود والابلود. نعمل ايه علشان نثبت عندنا الخدمة دي؟ لو كلمت خدمة العملاء، اول حاجة هيقولها لك السبليتر لو انت موصل الانترنت المنزلي مع تليفون البيت، فيفضل واليستحسن ان انت توصل مباشر على طول من السويتش بتاعك اللي موجود في المنطقه عندك، فانت تدخله مباشر على الراوتر مباشر. تاني خطوه واللي هي خاصيه ال MTU وهي اختصار لكلمه ماكسيمم ترانسميشن يونت، وهي وحده الارسال القصوى، بمعنى هي المسؤولة عن نقل البيانات عندك في الراوتر. لو جيت مثال قلت لك انقل لي مجموعة الكتب ديت من مكان لمكان تاني، قدامك حل من اتنين: يا تاخد كتاب تنقله وده هياخد وقت كتير، يا اما تجيب شنطة تاخد فيها كل الكتب وتنقلهم للمكان التاني. هي بالظبط ديت ال MTU. وبكرر تاني في الفيديو بتاعي النهارده، لو عندك الانترنت المنزلي الباقة ما بتكملش معاك، تقدر تشوف الفيديو السابق بتاعنا في خاصية الاي اللي هتظهر عندك في اعلى الشاشة. اول حاجة لازم تشوفها الراوتر بتاعك كام واحد عليه. انا شرحت ازاي تكشف الموضوع وتأمن الراوتر بتاعك بعلامة الاي اللي هتظهر في اعلى الشاشة، وده اللي هنتكلم النهاردة في شرح عملي على الراوتر وي علشان نتفادى تقطع الانترنت. تعالوا بينا. هندخل على المتصفح جوجل كروم، نكتب اعدادات الراوتر اللي هو 192.168.1.1. هيظهر عندنا واجهة الراوتر الرئيسية. هنكتب في اليوزر نيم ادمن والباسورد اللي في ظهر الراوتر. ولو انت مغير الباسورد اللي في ظهر الراوتر بتكتبه عادي في خانة الباسورد، وبعد كده بتضغط لوج ان. بتظهر الانترفيس الرئيسية للراوتر. بتخش على كلمة انترنت. انت عندك فوق في الواجهة الرئيسية هوم وانترنت، هوم نتورك وشير. بتضغط على انترنت. بتنزل على الخانة رقم 2 واللي هي انترنت TR069 underscore R underscore 0 underscore 35. تضغط على edit. بتظهر معاك كل معلومات الراوتر، الاكونت بتاعك والرقم بتاعه والباسورد. احنا مش محتاجين كل ده. اللي احنا محتاجينه حاجة واحدة بس، اللي هو MRU type و MRU size. نخش على MRU type وهنعملها manual. بعد كده ندخل على MRU size، وافضل نسبة نكتبها 1420 زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بننزل تحت خالص على كلمة سيف. هيحمل معاكم الراوتر زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا كده ظبطنا افضل نسبة معدل استهلاك لسرعة ثبات الانترنت، اذا كان في الابلود او الداونلود او في التصفح العادي. في تاني طريقة عندنا واللي هي هوم نتورك. بنخش على كلمة لان انترفيس، وبنخش على فأفضل أرقام هنا هنعملها هنا 8 8 8 8. يبقى السيرفر ادريس 4 تمانيات فوق. طيب والسكند سيرفر ادريس
هنعملها 8 برضو، 8 4 4، وبعد كده بنضغط سيف.